السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم أمير فاروق، بكمل معاكم محتوى الويب دبلومة. كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا على مجموعة من التاجز في ال HTML. وكنا قلنا إن دي البيزك HTML تاج. أي صفحة HTML لازم تكون بتحتوي على البيزك تاجز دي. وكنا قلنا اللي هي ال HTML اللي قلنا إن هو بيعرف الويب بيج بتاعتي أو بيعرف البراوزر بتاعي إن محتوى ال HTML بيبتدي من أول هنا ينتهي لغاية نهاية ال HTML. كنا قلنا أي حاجة قبل ال HTML مش تبع الكود، أي حاجة بعد تاج ال HTML مش تبع الكود بتاعي برضه اللي أنا بكتبه. كنا قلنا البيج عندي بتتكون من جزئين رئيسيين اللي هو الهيد والبادي، وكنا بنقول ان الهيد بحط فيه انفورميشن عن الصفحه بتاعتي زي العنوان، وكنا بنقول ان البادي بنحط فيه الداتا اللي انا عايز اعرضها. وقلنا المره اللي فاتت فرق ما بين الانفورميشن وما بين الداتا. الانفورميشن دي معلومه مش للعرض في مساحه العرض بتاعه الموقع. انما لو حبيت تعرض اي حاجه في مساحه العرض بتاعه الموقع اللي هو قلنا الجزء ده كده، الجزء ده الابيض ده كله اسمه البادي. فاي حاجه عايز تعرضها في المساحه البيضاء الكبيره دي كلها بتتحط جوه البادي. وعملنا المره اللي فاتت مثال، كنا عملنا مثال كده، عملنا التايتل وكتبنا العنوان بتاعنا فيسبوك مثلا، وجوه البادي كتبنا هلو وورلد، فظهر بالنسبه لنا التكست بالمنظر ده. لما اتكلمنا على ال HTML كنا بنقول ان انا عندي في ال HTML مجموعة من الداتا. قلنا الداتا زي الصور والنصوص والفيديو والجداول وهكذا. وبرضو كنا قلنا معلومة ان ال HTML في مجموعة من التاجز. التاجز دي دورها او وظيفتها ان هي تعرض الداتا بتاعتي ايا كان ايه الداتا اللي انت عايز تعرضها. يعني ايه؟ يعني لو انت عايز تعرض صور ففي تاجز HTML هي المسؤولة عن عرض الصور. لو انت عايز تعرض تكست ففي تاجز في ال HTML هي المسؤولة عن عرض التكست. لو انت عايز تصمم جدول ففي تاجز في ال HTML هي المسؤولة عن تصميم الجداول. طيب اللي احنا عملناه في البادي ده هو ظهر عادي وما فيهوش مشكله، ولكن غير مسموح ابدا 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 في ال HTML انك تعرض داتا يكون التاج اللي بيحتوي الداتا دي هو البادي. لان البادي ده هو ماسك الجسم بتاع الموقع كله. لازم كل داتا انت عايز تعرضها في الموقع يكون في تاج هو المسؤول عن عرض الداتا دي. الاول حدد نوع الداتا اللي انت عايز تعرضها. بعد ما تحدد نوع الداتا اللي انت عايز تعرضها ابتدي شوف ايه التاج اللي يناسب الداتا دي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي نوع الداتا اللي انا عايز اعرضها دي يا ترى هي هلو وورلد دي تكست ده نص ولا صورة ولا ملف فلاش ولا ملف صوت ولا ملف فيديو. زي ما احنا شايفين هلو وورلد ده تكست ده نص. طب يا ترى ايه بقى التاجز اللي ممكن من خلالها اعرض النصوص؟ خلي بالك في مشكلة في ال HTML. ال HTML ايا كان انت كتبت فيه ايه هيطلع لك نتيجة على الشاشة، حتى لو اللي انت كاتبه ده ككودنج HTML مش مظبوط. تتفاجئ بقى بده لما تيجي اونلاين تعمل ببلش او تنشر الموقع بتاعك ده اونلاين، فتلاقي ان في حاجات الفانكشناليتي بتاعتها مش شغالة، في حاجات وظائفها فيها مشكلة في الموقع، فتكتشف ان انت اصلا كان عندك خطأ في كتابة الكود او خطأ في كتابة التاجز او الاوامر بتاعة ال HTML. فما تصدقش دايما النتيجة اللي بتطلع لك على الشاشة. اكتب كودك مظبوط، اكتب كودك صح. اول معلومة النهاردة بنقولها ان اوعى تكتب اي داتا يكون منها للبادي مباشرة. لازم الداتا دي يكون في تاج هو اللي بيحتويها زي فيسبوك كده. الفيسبوك او العنوان ده اللي بيحتويه ده التاج تايتل مش هيد. نفس الكلام في البادي، لو انت هتعرض اي داتا ما ينفعش يبقى منها للبادي على طول، لازم يبقى في تاج بيحتوي الداتا دي ومسؤول عن عرضها. تعالوا النهارده نتكلم عن اول نوع من انواع الداتا بتاعتي، واول نوع هو الداتا النصيه اللي هي التكست. لو انا عايز اعرض النصوص، لو انت عايز تعرض النصوص في لغة HTML في مجموعة من التاجز مسؤولة عن عرض النصوص. اولا لازم تحدد النص اللي انت عايزه ده شكله عامل ازاي. يعني ايه شكله عامل ازاي؟
يعني هل انت عايز النص بتاعك ده هو عنوان ولا هو فقرة نصية ولا هو ايه بالظبط؟ هي دي كمان جوه ال HTML تفرق؟ طبعا تفرق. يعني مثلا لو افترضت ان اول حاجة النص اللي انا عايز اعرضه ده كان عنوان، عايز اعرض عنوان بلغة ال HTML. عشان تعرض عنوان بلغة ال HTML بستخدم مجموعة تاجات اسمها ال heading tags. heading tags دي عبارة عن tags بتبتدي من اول H1. طبعا H1 ليه فتحة وليه قفلة. عندي H1، عندي H2، عندي H3، طبعا القفلة منساهاش، عندي H4، وعندي H5، وعندي H6، وده آخر حاجة عندي خالص في الهيدنج تاجز. ايه الفرق ما بينهم؟ طبعا هنا بيجي التكست، هنا بيجي العنوان بتاعي سواء بقى جوه ال H1 او ال H2 او 3 او 4 او 5 او 6. يفرق ايه H1 عن H2 عن H3 عن كل ال H's اللي قدامي دي؟ عارفين لما تجيب جورنال وتلاقي الجورنال ده متقسم كده أعمدة، في عمود كبير كده العنوان الرئيسي بتاع الصفحة، في عمود جانبي عنوانه أصغر شوية في الخط، في عمود صغير. يعني أقصد أقول إن كلهم عناوين ولكن حجمهم مختلف على حسب طبيعة عرضهم في الجورنال ده. نفس الكلام برضو عندنا في ال HTML. انت وانت بتصمم الصفحة بتاعة ال HTML عايز العنوان بتاعك حجمه يكون عامل ازاي؟ ال H1 هو اكبر حجم موجود في ال HTML، اكبر حجم، اكبر سمك، اكبر كل حاجة. عايز حجم اصغر شوية H2، عايز حجم اصغر كمان H3، عايز حجم اصغر كمان H4، عايز حجم اصغر كمان H5، H6، اقل حاجة خالص فيهم هو H6. طيب تعالوا نجرب كده. يعني تعالى نقول هلو وورلد دي ما بين H1. الجميل بقى هنا في الاكتيف ستيت كومودو البروجرام اللي انا بعته لكم. بالمناسبه بفكركم ان البرنامج هنلاقيه في اللينك بتاع الدرايف اللي موجود على الصفحه الرئيسيه بتاعت اليوتيوب. يعني لو دخلت على الصفحه الرئيسيه بتاعت القناه بتاعتنا هتلاقي فيه لينك كده، اللينك ده هو الدرايف اللي هحط لكم عليه كل الماتيريالز بتاعت الكورس ده. فالجميل في الكومودو ان هو اولا بيديك اوتو كومبليت للتاجز لو انت السبيلنج بتاعك بعافيه شويه وبتنسى كتير. الجميل كمان انه لما انا باجي اقفل اي تاج هو اوتوماتيك بيروح حاطط لي القفله بتاعته. فانا عندي H1 ورحت كاتب اهو هلو وورلد، H2 هلو وورلد. طبعا انت لما بتيجي تكتب انت مش بتحط العناوين كلها تحت بعض، انا بحط لك العناوين كلها تحت بعض علشان اوري لك ايه الفروقات اللي ما بينهم. H4 وادي H5 واخيرا اصغر حجم عندي خالص وهو H6. طيب عايز اشغل الكلام ده قلنا بنعمل ايه؟ قلنا المفروض ان انا بروح المكان اللي انا حفظت فيه صفحة ال HTML وطبعا هروح اشغله على البراوزر. احنا كده كده مشغلينه، فكل اللي محتاج تعمله انك تعمل ريفرش. ليه ريفرش؟ عشان انت دلوقتي عملت تغيير في الملف، فطالما عملت تغيير في الملف بتاعي لازم اعمل ريفرش عشان اشوف التغيير ده وصل لي. اعمل ريفرش اهو، ادي زي ما انتم شايفين هلو وورلد ده H1 اكبر عنوان اكبر حجم، يجي بعده H2 اصغر شويه 3، اصغر شويه 4، اصغر شويه 5، واصغر عنوان عندي خالص وهو H6. يبقى انا عندي الهيدنج تاجز دي هي تاجز معموله علشان تعرض عناوين نصيه. مهم عندي انك تبقى عارف عن الهيدنج تاجز دي ان هي بتاخد مساحة البلوك كامل. يعني ايه مساحة البلوك كامل؟ هشرح لك وبعد كده هدي لك المثال في الصفحة اللي احنا فاتحينها دي.
يعني ال H1 ده السايز بتاعه او الحجم بتاعه او المساحة بتاعته بتاخد مساحة التاج اللي فوقيها مباشرة، اللي بيحتويها مباشرة. محدش يقول لي التاج اللي فوق ال H2 هو ال H1، لا، ال H2 مش جوه ال H1. يعني هنا التايتل جوه الهيد، ال H1 جوه البادي، ال H2 جوه البادي، ال H3 جوه البادي. فلو انت بتقول H2 جوه ال H1 يبقى كنت لازم اعمل كده، اجي هنا اقول له H2 جوه ال H، كده معناها ان هي جوه ال H1. انما انا طالما ال H2 اتفتحت بعد ما ال H1 اتقفل يبقى هما الاثنين على نفس المستوى. لو هي كانت جوه ال H1 كنت عملت كده تاب ودخلتها لجوه، انما كلهم على نفس المستوى معناهم ان كلهم اللي بيحتويهم مباشرة هو البادي. البادي هو اللي بيعرض H1 و2 و3 و4 و5 و6 وهو اللي بيحتويهم كلهم. علشان كده مساحة كل تاج فيهم هتلاقيها هي العرض بتاع البادي كله، عرض البادي، الويتس بتاع البادي كله. رغم ان العنوان ما فيهوش غير كلمتين بس، هلو وورلد. يعني ليه هلو وورلد دي ما جاتش جنب العنوان اللي جنبها؟ لان الاتش 1 خدت العرض بتاع الصفحه كله بالكامل، ما بتاخدش على قد الكلام اللي انت كاتبه، بتاخد على قد الويتس بتاع البيرنت. البيرنت اللي هو الاب اللي بيحتوي التاج ده. فمين البيرنت بتاع الاتش 1؟ هو البادي. علشان كده خد العرض بتاع الصفحه كلها، علشان كده خد العرض بتاع الصفحه كلها زي ما احنا شايفين كده في البادي. ولما جيت اعمل الاتش 2 نزل السطر اللي بعده، اتش 3 نزل السطر اللي بعده. كمثال خليني اوضح لك ده علشان انت ممكن برضو ما تبقاش لمسه. انا عايز اعمل باك جراوند كده حوالين الهيدنج تاج او حوالين الاتش 1 عشان اوريك هو مساحته قد ايه. ما تركزش معايا قوي في اللي انا بعمله دلوقتي، لما ناخد ان شاء الله السي اس اس هتفهم اللي انا بعمله ده. انا دلوقتي كل اللي انا عايز اعمله، عايز بدل ما الباك جراوند بتاعت الاتش 1 ده لونها ابيض، واصلا الموقع كله لونه ابيض فانت مش عارف تحدد الاتش 1 ده مساحته قد ايه من الموقع، فانا هغير اللون الابيض ده عشان نشوف مساحته قد ايه. فقلت له مثلا باك جراوند ريد مثلا. اللي انا بقوله ده هتفهمه لما ندخل كورس السي اس اس. اللي انا بقوله ده مش مطلوب منك تفهمه دلوقتي في الحته دي من الكورس. انا بس بعمل ده ليه؟ علشان اغير لك الباك جراوند بتاعت الاتش 1 فتشوف مساحته قد ايه. بص كده، دي كده مساحه الاتش 1. بص انا كاتب التايتل بتاعي قد ايه او العنوان بتاعي قد ايه، ولكن هو خد العرض بتاع الصفحه كله. ليه خد عرض الصفحه كله؟ لان الاتش 1 اللي بيحتويه هو البادي، فخد العرض بتاع البادي كله. نفس الكلام للاتش 2 3 4 و5 و6. الكلام ده في ال HTML بنقول ان الهيدنج تاج بنقول ان هو الظهور بتاعه في الصفحه بيظهر كحاجه اسمها بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني وحده، يعني بياخد مساحه الوحده كامله، مش بياخد مساحه على قد الكلام اللي هو مكتوب جوه. يبقى اول حاجه عندنا النهارده عايزين نتعلمها وهي الهيدنج تاجز، وهي ازاي ان انا اقدر اكتب عناوين نصيه في صفحه ال HTML. لحد هنا هنوقف الجزء الاولاني من ازاي تقدر تعرض نصوص بصفحه ال HTML، وهنستكمل الفيديو اللي جاي باقي التاجز اللي انا اقدر استعملها في عرض الفقرات النصيه بلغه HTML. لو في حد عنده اي سؤال ما تترددش ابدا انك تكتب تعليق او كومنت في السؤال بتاعك، وانا هكون موجود فورا اجاوب على كل الاسئله. ما تنساش تدعم القناة بانك تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان المحتوى يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس اللي عايزة تستفاد بالكورس. وانا كنت معاكم امير فاروق في محتوى الويب دبلومة. شكرا جدا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.